السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا اليوم هي طريقة تحضير السلق، طريقة رائعة بالدجاج. ابقوا معايا لآخر فيديو باش تتعرفوا على جميع خطوات تحضير هذا الطبق. إذا أول حاجة جبت حبة عبصل متوسطة، قطعتهم على شكل مكعبات صغيرة. في نفس الوقت جبت المقلاة ودرت فيها شوية تاع الزيت، ويمكن تستبدلي الزيت بشوية مارغرين. انا درت الزيت باش البصل تاعي يطيب لي جيد بالزيت. اذا حطيت البصل تاعي ومن بعد نخليه ما نديش النار قويه، نخليه على نار متوسطه ولا ناقصه باش يطيب باش البصل تاعي ما ينحرلش. غطيته وفي نفس الوقت جبت السبانخ تاعي. كما نعرفوا ان السبانخ غادي يجوا فيهم الاتربه ولا كاين بعض الاوراق تكون فاسده. نقي مليح هذاك السلق تاعي، نقيه مليح ونقلع هذوك الاوراق الصفراء ولا هذيك يكونوا حاشاكم خامجين، نقوه مليح ونبدا نغسله. بالنسبه لغسل السلق تاعي غادي نغسله عده مرات، يعني على الاقل 3 مرات، لان نعرفوا حنايا السلق يكون فيه اتربه، فيه الجراثيم، فيه يمكن الحصى ديك الصغير. نغسلوه عده مرات، وهي من الاحسن تغسليه قبل ما تبدي طيبيه، خاش نعرفوا حنايا السلق من نديرو في الماء كيما نقولوا حنايا زيد يحيى. وفي الاخير درت الماء بعد ما غسلته مليح وشويه خل. الخل الدور تاعه ينحي يقلع كاع دوك الجراثيم اللي يكونوا موجودين في السلق تاعنا. اذا من بعد نروح للبصل تاعي، وكنت كرفشت 2 حبات فصوص تاع الثوم، كرفشتهم صغار ونضيفهم للبصل تاعي ونقليهم مع البصل. كدا كيما قلت لكم انا هنا هاد السبانخ ما درتهمش وحدهم، كاين طريقه تاع السلق وحده، هذا درته بالدجاج. اذا نغطيهم ونخليهم يدبلوا على غرضهم. اذا بعد ما تدبل لي البصل تاعي والثوم جبت هذا الدجاج هذا ديجا كنت مطيبه الشوربه، وهذاك الدجاج ما نتكلش، قطعته قطع صغيره وقلت لي مالا نستغله في السلق تاعي. كيما حنا نعرفوا ان في المطبخ ما كاش حاجه نرموها. اذا نخلط مليح هذاك البصل تاعي والثوم مع الدجاج حتى يتجانس. وكما كتشوفوا هنايا الزيت مانيش مكثره بزاف. من بعد هذاك السلق تاعي اللي غسلته درت فيه الخل، نعاود نشله ونديره يكثر، ونجيب مقلاة ما فيها لا ماء لا زيت. غادي نطيب هذاك السلق تاعي على نار متوسطه في المقلاة ما فيها لا زيت لا ماء. كما نعرفوا حنايا ان اصلا السبانخ هي من بعد غادي يطلقوا لنا الماء. كاين طريقه اخرى يمكن تفوريه يعني احسن، ولا طيبيه بهذه الطريقه حتى يطيب رائع. غطيه وخليه نطيبه حتى يتبخر تماما من الماء، يعني ما لازمش هذاك الماء تاعه نخليه. وبالنسبه لتفوريه نفس الشيء. كما كنتم تشوفوا هنايا بدا السلق تاعي بدا يطيب، نحركه مره على مره باه ما يسقليش. هي اصلا ما غاديش يلصق، لكن الاكل تاعنا مره على مره لازم نحركه ونشوف. نعاود نغطيه، هذاك البخار غادي يعاوننا في الطياب. كما كتشوفوا هنايا طاب لي وبقى لي شويه ماء، يعني غير ماشي بزاف، يليق نخليه حتى يتبخر تماما هذاك الماء. اذا هنايا شفت السلق تاعي طاب. هذه الطريقه هذه تاع باش طيبي السلق كيما هكا كتشوفوا الماء غادي نزيد نخليه يتبخر. هذه الطريقه يبقوا الفيتامينات يبقوا في السلق، يعني كنت تغليه يروحوا كاع في الماء. اذا كما كنتم تشوفوا هنايا الماء تاعي كاع تبخر، ما بقاش الماء. يعني نطيبه ونفيريفي ساعه دير لي شويه ما نخليه حتى ينشف لي. بصح بهذه الطريقه ما تخليش النار قويه، سينو السبانخ تاعك تنحرق، وملي تنحرق غادي تعطي ذوق اخر. اذا هنا تبخر تماما الماء تاع السبانخ تاعي. دوك نجيب هذاك السلق تاعي ونحطه في هذاك الخليط تاع الدجاج مع البصل، ونخلط هذا السلق تاعي مع الدجاج جيدا. اش غادي نقول لكم، وصفه رائعه، خصوصا لا بقى لك هذاك الدجاج يمكن ديريه بطريقه اخرى، ديريه بوراك نفس الشيء، لكن انا كنت باغي ندير السلق قلت لي مالا احسن ما يترمى هذا الدجاج درته مع السلق. اذا هنا خلطته جيد مع هذاك المكونات تاعي تاع البصل والثوم
ومن بعد بالنسبه للبهارات، بهارات بسيطه. هنا استعملت الملح. ملاحظه الملح ما تكتريش لان السبانخ يغلبهم الملح بالخف، كنت كتري يجيكم مالحين. الحرور وشويه سكنجبير، شويه فلفله حمراء اختياريه، وشويه كمون. يمكن ايضا اذا تبغوا تاني ايضا السلق يجيب لاصوص طوماط تاني يجي رائع، يجيب صلصه حاره بصح يجي رائع. وتخلطي داك التوابل تاعك مع السلق تاعك، كما تشوفوا اللون راه يعطي يعني الشهيه باش تاكليه. اللون رائع والريحه ما شاء الله. من بعد نجيبوا البيض تاعنا، كما انا هنايا استعملت 6 حبات بيض، ونغطيه نخليه داك البيض تاعي يتجمر لمده دقيقتين ولا 3. ماشي غير ندير البيض نخلطه، راني باغي البيض تاعي يتجمر. من بعد تجيبي مغرف وتحاولي تخلطيه هذاك البيض، ما تكسريش باش يبقى لك باين منظر رائع مي تحطيه في الطبسي تاعك. اذا تخلطي غير كيما هكا بشويه وتخليه يكمل الطياب تاعه. اذا هذه هي الوصفه تاع اليوم، السلق بالدجاج. وصفه رائعه، نتمنى ان الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم. اذا عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والمشاركه مع الاصدقاء لتعم الفائده. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.